إنك تشوف بي ام دبليو أو تويوتا سوبرا أو حتى نيسان جي تي ار بقوة عالية جدا ده شيء طبيعي، بس اللي مش طبيعي إن كل ده من 6 سلندر. بس إزاي؟ يعني نزود 2 سلندر على 4 بس يدوا ضعف القوة؟ حاجة غريبة أكيد، لأن محركات ال6 سلندر دي وراها قصة كبيرة جدا. في فيديو النهاردة مخصص لعشاق محركات ال6 سلندر انلاين هنخوض سوا في عالم التعديلات، وهنعرف ازاي المواتير دي بقت رمز من عالم السباقات والدريفت، وهنشرح خطوه بخطوه ازاي تحول موتور الاي 6، ايوه الاي 6 مش الفي 6، ازاي تحوله من ستوك هادي لصاروخ يعدي اي سوبر كار على الطريق. لكن قبل ما نبدا ما ننساش اللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا اللي جايه، واعمل شير للفيديو مع اصحابك لان ده بيدعمني كتير. محركات الاي 6 او الستة سلندر الخطية بتتميز بحاجتين بيخلوها واحدة من أكتر المحركات المميزة جدا، ألا وهي توازن المحرك، وده ناتج لأن ترتيب السلندرات بيكون مستقيم، والمحرك بيعمل اشتعال كل 120 درجة، وده اللي بيخلي الموتور يشتغل من غير اهتزازات كتير، وده بيخليه مثالي للأداء العالي والسحب السلس. كمان أغلب المحركات دي بتكون معمولة بجودة عالية جدا لأنها كانت دايما مخصصة للعربيات الفخمة والرياضية، فالمهندسين صمموها عشان تتحمل، وده اللي بيديها سمعة إنها ماكينات رعب قابلة للتفجير. طيب خلينا نعرف أكتر عن محركات الاي 6 المشهورة. نبدأ بالتو جي زي، وده الأسطورة اللي مش بتتكرر وملك التعديل، وهتلاقيه على محبوبة الكل التويوتا سوبرا ام كي 4. وتاني واحد معانا هو الار بي 26، وده اللي مقدم من شركة نيسان، وده القلب النابض للسكاي لاين ار 34. وتالت واحد معانا، والحقيقة هو مش واحد بس، دول مجموعة كبيرة لأنهم مقدمين من شركة بي ام دبليو، الام 50 والام 52 والان 54 والبي 58، سلسلة ألمانية قابلة لتعديلات مجنونة جدا. ورابع واحد معانا من تويوتا هو ال1 جي زي، وده بقى الأخ الأصغر لل2 جي زي لكنه شرس جدا. كل واحد من دول ليه قصة، بس القصة الأكثر تشويقا هي التعديل. فيلا بينا نطلع على جراج للتعديل، واللي هنسميه جراج تريبل 9، وده معناه إن الهدف 999 حصان. طيب دلوقتي خلينا نبدأ بأول مرحلة من التعديل، واللي ممكن نعتبرها ستيج 1 أو ستيج 2. بس قبل ما نبدأ خلينا في البداية نتعرف على محرك الاي 6. محرك الاي 6 الستوك غالبا بيكون حوالي من 200 ل 280 حصان، فاحنا هنا في الستيج 1 أو ستيج 2 عرفنا إن احنا نوصل ل 350 أو 400 حصان. أكيد هنستغرب من الرقم ده وهنفتكر إن الفرق كبير، بس الحقيقة إن محركات الاي 6 فعلا من أقل تعديل بتديك قوة حصانية عالية جدا. فأول حاجة هنعملها إننا هنغير فلتر الهواء الستوك الفلتر الرياضي عشان ندخل هواء اكتر وانضف للموتور، ده لان الفلاتر الستوك العاديه المسامات اللي فيها بتكون ضيقه فبتعيق حركه الهواء، فالفلاتر الرياضيه هتسمح بدخول هواء اكتر. تاني حاجه هنشيل الاكزوست القديم وهنحط اكزوست معدل، واللي هيبقى 3 بايب ببوابه لزوم الطرب، وده عشان يفرغ غازات العادم اسرع وكمان يحسن من الصوت والاداء، لان زي ما احنا عارفين المحرك عامل زي رئه الانسان، زي ما هيستنشق هواء كتير لازم برضه نسهل له عمليه خروج الهواء، وده اللي بيخلي دايما في ستيج 1 واول التعديلات في اي سياره اننا بنحط اكزوست معدل. ثالثا بقى هنركب داون بايب. هتقول لي يا هندسه امال احنا كنا لسه مركبين ايه؟ هقول لك بص يا سيدي، الستريب بايب ده بيكون الجزء الممتد تحت السياره بالكامل، لكن الداون بايب ده جزء من نظام العادم، وده اللي بيبدا من بعد التيربو وبيمتد لحد الستريب بايب. طبعا الداون بايب ده مهم جدا لو موتورك فيه تيربو، ده لانه بيقلل الضغط على التيربو بشكل كبير، بس احنا هنا مفيش تيربو لكن برضه هيساعد في خروج الهواء بشكل اسرع. رابعا بقى واهم جزء وهو برمجه الاي سي يو، ودي اهم خطوه لانك لازم تظبط توقيت الاشتعال وكميه الوقود بشكل دقيق عشان تطلع كل حصان ممكن من السياره. خامسا بقى ودي اختياري، لو عايز تكون في امان يبقى لازم تظبط تبريد الزيت عشان تحافظ على حراره الموتور. واكتر المواتير اللي هتودي معاك في التعديلات البسيطه دي هي ال2 جي زي جي تي اي الستوك، وده اللي هيوصل معاك من 300 ل 350 حصان، وبرضه لان 45 توين تيربو، بس التربوهات دي ستوك مش متعدله، وده هيديك فوق ال 370 حصان ويمكن كمان يوصلك 400 حصان. دلوقتي خلينا ندخل على الجد الحقيقي وهو تركيب تربو محترم مع شوية تعديلات داخلية. دلوقتي الكلام بدأ يكبر مننا، هدفنا هو إننا نوصل ل 500 و600 حصان. عشان نعمل كده محتاجين نمشي على خطوات، أولها تركيب شاحن تربو كبير بورج ورنر أو بريسيجن تربو، أي واحد من دول هيكون كويس قوي لمحرك الستة سلندر. ثانيا هنركب انجكتورات أكبر، وده عشان نضخ بنزين كفاية ونقدر نعادل كمية الهواء الكبيرة اللي التربو هيدخلها. وطبعا لازم نركب مضخة بنزين قوية، بس
بس خلي بالك لا تحط بنزين مغشوش، احنا صارفين. بعد كده هنحط انتركولر نظام تبريد الهواء قبل ما يدخل للموتور، وبرضه هنركب وسط جيت خارجي وكنترول فالف عشان نتحكم في ضغط التربو ونحميه. وطبعا اهم نقطه هي برمجه الاي سي يو كويس جدا، لان هنا اي لخبطه ممكن تخلي التربو ينفجر. وامثله على المحركات اللي هتنفع معاك في التعديلات دي هي الار بي 26 مع تربو جي تي 30 وحقن مظبوط هيوصل معاك ل 550 حصان بسهوله جدا، او البي 58 من بي ام دبليو مع ستيج 2 هايبرد تربو هيوصل معاك ل 600 حصان بدون ما تفتح الموتور وتعدل فيه. طب لو ناوي توصل لأرقام مجنونة فوق ال 600 حصان أو حتى 1000 حصان، هنا لازم تدخل في عالم الفورجيت انترنال، واللي أولها تعديل بساتم المحرك أو حتى نجيب بساتم فورجيت. وفورجيت دي معناها بساتم مظبوبة، وده عشان تتحمل ضغط التربو العالي. تاني حاجة وهي تركيب كونكتنج رود قوي عشان يستحمل العزم الكبير اللي جاي من البساتم وما يتنيش أو يتكسر. ثالثا تركيب أو تعديل عمود الكمات عشان نظبط توقيت فتح وغلق الصمامات، أو حتى فتح الصمامات لمدة أطول عشان نزود كمية الهواء اللي داخل الموتور. رابعا ودي اهم نقطه تركيب جير بوكس جديد، لان الجير بوكس الستوك مش هيستحمل 1000 حصان. وانا ارشح السيكونشال جير بوكس جدا لان فيه كل الاوبشنز اللي هتحتاجها. واخيرا تغيير نظام الاي سي يو بالكامل، لانه مش هيقدر يتحكم في كل ده، وخصوصا ان العربيه في معظم الاوقات هتكون على ار بي ام عالي. وامثله على المحركات اللي هتكون كويسه معاك جدا وتوصلك ل 1000 حصان مستريح هم ال 2 جي زي جي تي اي مع تيربو ضخم ونظام نايتروس هيوصل معاك اكتر من 1000 حصان بكتير، او حتى ال N54 بيعدي ال 900 حصان مع مشاريع كتير زي الفولي بيل، او حتى كمان ال RB26 مع بلوك جديده هيعدي معاك ال 1000 حصان برضه بسهوله. لو عاوز عربيات جاهزة تشتغل عليها لمحرك الاي 6 بدل ما تشتري المحرك لوحده، فتقدر تجيب التويوتا سوبرا ام كي 4 بمحرك 2 جي زي جي تي اي، او النيسان سكاي لاين جي تي ار، الار 32 او 33 او 34. معظمهم بينزل بمحرك الار بي 26 بس بيكون عليه تحديثات مختلفة في كل اصدار. او لو عاوز تروح للالمان فتقدر تجيب من بي ام دبليو الاي 36 او الاي 46 او الاي 92، بينزل عليهم محركات قوية جدا زي الام 50 او الام 55 او الان 55. طب لو عايز تجيب محرك ال1 جي زي تقدر تجيبه من تويوتا شيسرز او حتى السوبرا ام كي 2. كمان هتلاقيه على عربيات بي ام دبليو تانية زي الام 240 اي والام 340 اي ومحرك البي 58 الجبار. والمحرك ده احنا لازم نعمل عنه فيديو مخصوص لانه محرك متطور جدا ومشابه قوي لل2 جي زي لكن بتكنولوجيا اكتر، واللي نزل على السوبرا ام كي 5 وقصته جميلة جدا. كمان بقى الغريب انك هتلاقي محرك اي 6 من اي ام جي بس على سيارة جيب جراند شروكو اس ار تي. كل عربية من دول ليها تاريخ وسمعة جبارة، والتعديلات عليها حاجة في منتهى الجمال، وتحس ان العربيات دي اتعملت عشان يتعدل عليها. والغريب انك تشوف اي عربية من دول مش متعدل عليها. التعديلات على محرك الاي 6 ممتع جدا بس برضه مكلف، فانت لازم تعرف انت عاوز ايه بالظبط. لو عاوز عربية للشارع فمن 400 ل 500 حصان اكتر من كفاية، ولو عايز سيارة دراج ريس او دريفت ففوق ال 700 حصان هو هدفك. لكن لو فكرت تطلع اكتر من 1000 حصان هتحتاج ميزانية محترمة وفريق معاك، لان هنا مفيش اي حاجة سهلة خالص، كل حاجة لازم تكون دقيقة والصرف هنا هيكون عالي جدا. لكن في النهاية متعة القيادة بعد التعديل ما بتتوصفش، وكل تفصيلة هتحس بيها على الطريق. في النهاية لو عندك محرك اي 6 اعرف انك ماسك كنز ميكانيكي في ايدك، سواء كانت 2 جي زي ولا الار بي ولا البي 58. التعديل هيحول عربيتك لوحش شوارع حقيقي. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وقول لنا في الكومنتات لو عندك محرك اي 6 ناوي توصل بيه لكام حصان. ما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه واستعدوا للجنون الحقيقي. اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.